السلام عليكم. اسمي مؤمن محمد الحسيني، طالب في كلية تربية رياضية جامعة اسكندرية. عندي 22 سنة. بداية معرفتي باللعبة كان عندي إعلان في الكلية عن دورة تدريبية في البيسبول. ما كنتش أعرف الأول يعني إيه، بس حبيت أشارك يعني وآخد معلومة جديدة في رياضة جديدة. دخلت وعرفت يعني بيسبول، يعني سوفت بول، عرفت الفرق ما بينهم. اتعلمت طريقة اللعب ازاي، فهمت الملعب بتاعي، عرفت مكون من ايه الادوات اللي بستخدمها الخ. بعد منها بدأنا نتدرب، كان بيدربنا كابتن رجب المصري وكابتن احمد يوسف، اللي من حبهم في اللعبة وطريقة تعاملهم معانا كان بيخلينا احنا كلاعبين نحب اللعبة ونتعلق بيها اكتر. بس وبدأنا ان احنا ننزلوا ماتشات ودية، مهرجانات، عشان خاطر ننشر اللعبة في اكتر من محافظة. بعد كده جت الدورة التانية اللي أخدتها، كانت دورة دولية اتعملت هنا في القاهرة. ادانا الدورة مدربين يابانيين. خلفيتي عن اللعبة اتوسعت أكتر، عرفت معلومات أكتر عن اللعبة. عرفت بعد كده إن في حاجة اسمها 5 في 5، وعرفت الفرق ما بينها وما بين البيسبول. حبيت الاتنين وحبيت ألعب سواء البيسبول أو ال5 في 5. من حبي في اللعبة كنت بسافر القاهرة كل أسبوع إن أنا أتمرن. ما كنتش بكتفي بالتمرين هنا في اسكندرية بس، كنت بطلع كمان القاهرة أتمرن وكنت برجع في نفس اليوم. على قد ما الموضوع كان صعب بس كنت بحس بمتعه كبيره جدا في اللي كنت بعمله. بدأنا بعد كده نشاركوا في بطولات زي بطوله التنميه والسلام الاولى والثانيه. الاولى كانت في القاهره، خدت فيها احسن حكم الحمد لله في 2019. والثانيه لعبناها في الاسماعيليه، واخدت انا وفريقي الحمد لله هنا في اسكندريه الفريق المثالي الاول. اتمنى اني اوصل لحاجه كبيره في اللعبه دي واحقق انجازات كمان اكبر من كده، واتمنى بعد ما اخدنا الاشاره الدولي ان اللعبه تنتشر في مصر الفتره اللي جايه دي بصوره اكبر. شكرا.